سؤال تاني، الموجات التصادمية والبالونات بالموجات التصادمية. قبل كده كان الحالات اللي فيها كالسيوم بنسبة عالية جدا بنحاول على قد ما نقدر احنا نوسعها بالبالونات العادية. في حالات لما يكون البالونات العادية اساسا نسبة الكالسيوم عالية ما بتقدرش ان البالونة تكسر الكالسيوم، ولو عملنا اجراءات اكتر واعنف من الطبيعي ممكن تؤدي الى ان الشريان ذات نفسه يحصل فيه مشاكل ومضاعفات. دلوقتي الحمد لله بقى عندنا نوع معين من البالونات اسمها بالونات بالموجات التصادمية، دي تقدر تطلع موجات تكسر الكالسيوم اللي موجود جوه الشريان. لا مش وكده بس، لا دي بعد ما بتكسر الكالسيوم اللي جوه الشريان بتقدر تديني صوره اوضح عن القطر الطبيعي اللي ربنا خلق عليه الشريان. يعني تخيل مثلا ان الكالسيوم موجود جوه الشريان قافله، مبين لي قدامي ان قطر الشريان دلوقتي حوالي 2.5 مللي. بعد استخدام البالونات التصادميه الاقي ان قطر الشريان وصل لحد 4 او 3.5. انا في الاول كنت هركب دعامه على القطر القليل، والعين هيبقى نسبه ان يحصل مضاعفات وسدد هتبقى عاليه جدا. مع الموجات التصادميه قدرت ان انا ارجع الشريان للحجم الطبيعي بتاعه واخد المقاس المناسب للدعامه اللي بالتالي العين يستفيد بيها ولا قدر الله ما يحصلوش اي مضاعفات بعد كده.